يا مساء الفل. يلا بينا نعمل احلى صينية بسبوسة، وهتكون مرملة وبتدوب في البق دوبان. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، بس لو اول مرة تشوفيني انا شروق، ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة عندي هنا هنجهز الشربات طريقته سهلة وبسيطة وكل الناس تقدر تعمله. في حلة على النار هنحط كوباية ونص من السكر الابيض، عليهم كوباية ونص من المية. هنسيبهم على النار، هنديهم تقليبة كده بسيطة، وهنسيبهم على النار لغاية اما يبتدي ان هو يغلي معايا. هقلب كده السكر، اول لما احس ان خلاص السكر بتاعي داب في المية ومفيش فيه في الحلة من تحت اي سكر، خلاص هو كده تمام ابتدى يغلي معايا. هنزل عليهم بشوية من الفانيليا، وهعصر عليهم ليمونة كاملة. تقدري ان انتي لو عايزة الشربات يكون اكتر من كده بتزودي او بتضعفي المقادير. حابة انه يكون زي ما احنا ما عملنا كده برضو. هو عامة الكمية اللي احنا عملناها دي كافية جدا لصينية مقاس 30. اهو هنزل عليه كده بالليمونة، وهقلب عليه بقى واطفي النار على طول زي ما انتوا شايفين كده. عندي بقى صينية او طاسة على النار، هنزل فيها بكوباية من السكر، عليهم ربع كوباية من المية، مية عادي من الحنفية، وكمان معلقتين عسل نحل. هنسيب بقى السكر والمية والعسل دول كلهم مع بعض على النار هتكون متوسطة، ومش هنحط فيها معلقة ولا هنقلبه خالص. احنا مثلا حابين ان احنا نقلبه، هنحرك بس الصينية كده من على النار نهزها، ولكن مش هنحط اي معلقة. مهم جدا ان احنا ما نستخدمش معلقة في الخطوة دي، او بمعنى اصح مش دلوقتي، لغاية لما احس ان السكر بتاعي ابتدى يتكرمل ويغير لونه. شايفين انا هنا ما بستخدمش معلقة، انا بهز بس الصينية بتاعتي كده علشان خاطر المية والسكر والعسل يتجانسوا مع بعضهم. شايفين هو ابتدى يطلع فقاقيع كده. كده يبقى هو كده بيبتدي ان هو يتكرمل ويستوي معايا. هقرب لكم برضو الكاميرا عشان تشوفوا ان هو خلاص كده لونه بيبتدي يتغير. اول لما احس ان خلاص ان السكر ابتدى لونه يتغير وابتدى انه يتكرمل، بس مش يتحرق، يعني مش لونه انه يوصل زي العسل كده، هنزل عليهم بكوباية من السمنة البلدي او اي نوع سمنة متوفر عندك، بس يكون طعمها حلو علشان بيفرق جدا في طعم البسبوسة يعني. هنبتدي بقى ان احنا نقلبهم عشان كلها كل المكونات بتاعتي تدوب وتتجانس مع بعضها. اول لما احس ان السمنه خلاص ابتدت ان هي تدوب، هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من حليب بدرجه حراره المطبخ. هتحسوا كده ان السكر ابتدى يجلد معاكو او ينشف شويه، ما تقلقوش عادي، افضلوا بس انتوا قلبوا باستمرار، يعني قلبي كذا تقليبه كده هتلاقي ان السكر داب معاكي خالص. طفي عليه النار ونسيبها تهدى دقيقتين، وبعد كده هننزل عليهم بنص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه. هنقلبها تقلبتين 3، خدي بالك ما تقلبيش فيها كتير علشان خاطر هتلاقيها نشفت معاكي، وان الدقيق شرب كل السمنه والمكونات السايله بتاعتي. لا، احنا هنقلبها تقلبتين. اول لما نحس ان خلاص الدقيق ابتدى يتشرب من الخليط السائل بتاعنا، هنبتدي ان احنا نحطها في الصينيه على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الصينيه بتاعتي هنحط فيها سمنه، ندهنها سمنه كويس قوي. حابين كمان تضيفوا مكسرات تقدروا تضيفوها، مفيش اي مشكله، بس احنا كنا حابينها تكون ساده. يعني الخطوه دي اختياريه بالنسبه لاي حد، يقدر يحط بندق او يحط اي مكسرات هو حاببها. هنفرد بقى البسبوسه في الصينيه وهنديها خبطتين 3 كده عشان تتفرد معانا. هي عامه بتتفرد بكل سهوله. كده هي جهزت معانا. الفرن طبعا بتاعي شغال مسبقا على درجة حرارة 200. هنحطها في الرف اللي في النص، وبعد كده هنشغل عليها الشواية. هي مش هتاخد غير 20 دقيقة بالظبط. اول لما تطلع معانا هنبتدي ان احنا نسقيها بالشربات، وتكون البسبوسة سخنة والشربات ساخن، وهنسيبها تبرد، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها. انا هنا ما استنيتش عليها بصراحة، لان من ريحتها ما قدرتش ان انا اقاومها، فابتديت ان انا اقطعها واقدمها على طول. ولكن الافضل ان احنا نستنى عليها لما تبرد تماما، وبعد كده ان احنا نبتدي نقطعها ونقدمها على طول. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة، تقدروا تعملوها لضيوف عندكم، تقدروا تعملوها في البيت، مش بتاخد وقت ولا مجهود، كمان طعمها بيكون احلى من بره بكتير ومضمونة.
بصوا الجمال، شايفين الحلاوة؟ طعمها كان تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها. وصفتنا النهاردة خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا وصفتنا. ما تنسيش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد.